اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حبايب قلبي، بحبكم في الله، ربنا يديمكم نعمة في حياتي. قبل ما نبدأ فيديو النهارده ما تنسيش تصلي على رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام. تنسي تحط لايك وشير للقناة عشان يوصلك كل جديد إن شاء الله أنا بعمله وهعمله معاكم. فيديو النهارده بقى مختلف شوية. شايفين بقى نوع السمك اللي قدامكم ده حاجة اسمها الحنشان او تعبان البحر. احنا عندنا هنا بنقول عليه حنشان وكراكير، الكراكير نيلي. شوفوا بقى انتوا بتسموه ايه واكتبوا لي في الكومنتات. في ناس بتقول عليه تعبان بحر وفي ناس بتقول عليه حنشان. خليت جوزي يمسكه كده عشان انا كنت خايفة منه وقطعهولي. اهونت ما شاء الله، كنت بوريه لكم تبارك الله زي ما انتوا شايفين كده. يلا بينا بقى نقطعه كده. يعني هو اتقطع وكان عمال يتحرك كمان، كان منظره يعني هنقطع كده مع بعض. خلاص قطعنا كده وغسلته بقى وخلطه ما شاء الله فل شمع منور. ايوه زي ما انتوا شايفين كده، هو ده الكلام المظبوط. فوقي بقى وركزي كده وخليكي معايا. هنعمل بقى وهنعمل بولت كمان ان شاء الله، هعمله في صينيه. خلاص كده انا قطعته وظبطته وانا قاعد في الملح والمحلول بتاعه، وما بحطش خل عشان الخل بيظهر لي زفرة السمك بتاعتي او الفراخ، ما بحطش خل. هنا بقى معايا التتبيله بتاعتي، بصله على فلفل الوان، وحطيت شويه من الزيت كده، وقلنا بقى ايه ياخدوا ويدوا بشكل ودي مع بعض كده، مع عود قرفه بقى وواحده من ورقه اللورة، ويسيبهم بقى يعيشوا حياتهم كده. ومش هحمرهم، لا انا عاوزاها تتبل. دي الكراكير بس هي كانت صغيره شويه معلش. دي بقى الحنشان بتاعنا او تعبان البحر زي ما بتقولوا عليه. هنا بقى البولت بتاعي كنت بصفي من الميه برضو حلو كده. هنا بقى البصلة بتاعتي بدأت ان هي تتبلت معايا زي ما انتوا شايفين كده. نزلت بقى بالصلصة بتاعتي وهديها تقليبة شمال ويمين كده علشان ما تلزقش مني، كمان ما تاخدش لون معايا، عشان انا مش عاوزاها تاخد لون. زي ما قلت لكم انا عاوزاها تتبل. ما شاء الله شكلها حلو اهو. نزلت بقى في الصلصة بتاعتي بعد ما فكت معايا، معلقة من الفلفل الاسمر، معلقة من الشطة، وكمون وملح، غير كده ما حطيتش. والسمك بتاعي كمان كنت قليته، محبتش اقليه معاكم عشان الفيديو ما يطولش. وهنعملها بصينية بطاطس. هنا بقى انا كنت مستعجلة جدا، فالبطاطس حطيتها في شوية صلصة في حلة لوحدها، قلت تغلي بسرعة بسرعة كده مع نفسها عشان ايه السمك ما يتهريش مني. كده بقى رصيت السمك بتاعي زي ما انتوا شايفين.
اهو البطاطس بقى معايا في جنب الواحدة زي ما انتوا شايفين، زي ما قلت لكم بدأت ان هي تاخد غلوة كده، والرز بتاعي كمان هو كان بتلدن ووطيت عليه. هنا البطاطس زي ما قلت لكم حطيتها شويه لوحدها كانت استوت، هنزل بقى عليها كده على السمك بتاعي وهديها غلوه، وبعد كده هنقسمها هنحطهم بقى في البايركس بتاعنا ونديهم تحميره حلوه كده. خد لك واحده كده. خلاص اهو قسمت السمك تعبان البحر بتاعنا والحنشان، وعملت السمك لوحده. وهنحط شوية الصلصة بقى بتوعنا عليهم ونحمرهم في الفرن. اتمنى تطلعوا من الفيديو مستفادين، ولو بحاجة بسيطة وتجربوا وصفاتنا ان شاء الله تكون عند حسن ظنكم وتعجبكم. شغلت بقى الشواية من فوق ومن تحت كده والمروحة. هنا بقى السمك بتاعي كان ما شاء الله اخد لون حلو. يا رب الفيديو يكون عجبكم. ودي الحنشان بتاعي كمان اهو ما شاء الله جميل. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لايك وشير وسبسكرايب للقناة ان شاء الله. اشوفكم على خير الفيديو